بقى ترسم خط بالطباشير ب10,000 دولار؟ ليه؟ خط بارليف ده بقى ولا ايه؟ لا، اصل الموضوع ما تيجوا نشوف احسن. في سنة 1920 توقف مولد ضخم جدا في مصنع هنري فورد، وموظفين ومهندسين المصنع حاولوا ان هم يصلحوه لكن فشلوا ودون اي جدوى، وطبعا توقف العمل وشل حركة الانتاج. فجه هنري فورد استدعى اعظم العباقرة والمهندسين في عصره، وكان شتاينميتس مهندس معروف بعبقريته وذكائه الخارق، وكان قصير القامة شوية. فطلب شتاينميتس كل اللي طلبه سرير ودفتر ملاحظات وقلم رصاص وبس. وبالفعل أخد الحاجات دي وقعد على مدار يومين جنب الموتور، وكان عمال بيسمع في همهمته ويدون معادلات معقدة، وكل طبعا اللي جنبيه كانوا نايمين. وجه في صباح يوم الثالث وطلب منهم سلم وشريط قياس وقطعة طباشير، وفعلا جابوا له الحاجات دي، وطلع على السلم بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثقة رسم خط بالطباشير على غلاف الموتور، وقال لهم شيلوا 16 لفة من الملف ده. وكل الفنيين بصوا بدهشة وتعجبوا وما كانوش فاهمين أي حاجة، لكن نفذوا التعليمات. وبعد كده اشتغل الموتور والمصنع، وأخيرا انتهت الأزمة. وبعد أيام تلقى هنري فورد فاتورة بقيمة 10,000 دولار، فطلب فاتورة تفصيلية. ففعلا بعت له المهندس شتاينميتس فاتورة، وكان فيها كالتالي: رسم خط بالطباشير قيمة 1 دولار، ومعرفة أين أضع العلامة بقيمة 9,999 دولار. فاندهش هنري، ولكن دفع الفاتورة بالكامل. وهنا الدرس كان واضح جدا إن القيمة الحقيقية مش في العمل الظاهري اللي انت شايفه، ولكن